افلام اتظلمت وقت نزولها، فيلم سيما علي بابا، الفيلم ده اللي ظلمه هو اختلافه. يعني انا وانا صغير ما كنتش فاهم يعني ايه اللي بيحصل وايه اللي ودانا من الفضاء الخارجي لمزرعه فراخ وكتاكيت. انتوا عبط يا جدعان. بس لما شفته بعد ما كبرت فهمت انه بجد فيلم جامد قوي. فكره الفيلمين في نفس الفيلم دي اظن ان هي ما كانتش اتقدمت قبل كده في مصر، او حتى لحد دلوقتي انا ما شفتش حد عمل الفكره دي، مع انها اتنفذت بره على ايد مخرج مثلا زي كوينتين تارانتينو. وده اللي خلى ميكي يعملها. لو رجعنا لاعمال ميكي كمخرج فهو فيلم الحاسه السابعه هنشوف ان ميكي متاثر بكوينتين تارانتينو، وهتلاقي في كادرات في فيلم الحاسه السابعه شبه كادرات عملها تارانتينو في فيلم كيل بيل. فميكي عموما بيحب تارانتينو وبيحب افكاره وستايل اخراجه، فنفذ فكره من افكاره في فيلم سيما علي بابا. الفيلم الاول هو كان جزء تاني لفيلم لا تراجع ولا استسلام، بس المره دي حزلقوم مش بيعمل قضيه قبض على تاجر مخدرات، لا حزلقوم في الفضاء يا صاحبي. يا جدعان بصراحه صايعه قوي، بجد صايع قوي وبيضحكني كل ما اتفرج عليه كمان. تقريبا ده كان اخر استخدام حلو لحزلقوم. الممثلين اللي كانوا في الفيلم كلهم بالنسبه لي كانوا كويسين قوي، بس هو في واحد بس انا عايز اتكلم عليه، عمرو لطفي لبيب. انا اول مره اشوف فضائي احسه جدي، انا مش عارف يعني. وبرضه الادوار كانت غريبه قوي، يعني هشام اسماعيل كان فضائي رزل، ومحمد سلام فضائي راس بس ملوش جسم. وفي اخر الفيلم بعد ما حزلقوم بيعطل في الفضاء بنروح مزرعه كتاكيت. انا بحب جزئيه مزرعه الكتاكيت دي بشكل مش طبيعي. ميكي كان جامد قوي في القصه دي، اللي هو ديك البراري وبتاع، لايق قوي على ميكي بصراحه. ايمي سمير غانم، انا حابب اقول ان انا اول مره اكراش على فرخه كانت ايمي سمير غانم بصراحه. محمد شاهين كان اول ذكر بط دمه خفيف في مصر عامه، وبصراحه كان دوره حلو قوي. وده غير هشام اسماعيل ومحمد سلام ولطفي لبيب وبيومي فؤاد وناس كتير قوي في الفيلم ده. الرائعه الكوميديا دي كانت اخراج المخرج احمد الجندي. شئت ام ابيت احمد الجندي من اجمد واحسن مخرجين الكوميديا في مصر، مخرج جامد قوي. ككل فيلم سيما علي بابا هو تجربة جديدة ما حصلتش ولا هتحصل في السينما المصرية بعد كده أظن. أحمد مكي اختلافه يمكن كان سبب من أسباب فشله في وقت عرض الفيلم، بس نجاحه دلوقتي وإن الناس بجد بتشوف الفيلم ده فيلم كويس قوي. لو شفت فيلم سيما علي بابا ما تنساش تكتب لي رأيك تحت في الكومنتات، تعمل لايك وفولو، وبس كده.